هلا يابا، شلونكم؟ اليوم راح نسوي خبز اللوز. كلش هواية يطلبوه من عند البنات، خاص له للسكري، مقاومة الأنسولين، مواده جدا سهلة وبسيطة. وشوفوا حتى يصير ساندويشات تقدرون تلفوه لفات. يلا تعالوا نشوفوا الطريقة. راح نستخدم خمرة ملعقة كوب، نخمرها بماء دافي وشكر ونخليها، ونضيف لها كوبين طحين اللوز هذا مطحون، وإذا ما عندك تطحنيه ممكن. بعد ما حطينا اللوز الطحين مالت اللوز وحطينا الخمرة، راح نحط أوريغانو أو أنت بكيفك، حبة سودا هذا اختياري. وراح نضيف ملعقة بيكنج باودر همينة صغيرة مالت كوب هاي. وراح نضيف مي مغلي، لازم المي مغلي. نضيف بقد طحين اللوز، حطينا كوبين نحط كوبين مي مغلي ونحرك سريع. هاي الخطوة كلش مهمة، لازم تحركين سريع. شوفوا هسه، وهذا هو شكل طحين اللوز. وهاي مادة السيليوم اللي راح نضيفها، اللي تسوي عندنا الخبز هي اللي تنفشه. راح نضيف شوية ملح، وقلنا نحرك كل سريع. شوفوا هو هيجي يصير سائل، بعدين أترك 5 دقايق يذقل من نحط له هاي المادة. أنا بعدني ما حطيت له، هسه راح أحركه، بعد شوية راح أحط له هاي المادة بعد ما أحرك طحين اللوز ويا المواد. بعد ما حركته راح أضيف مادة السيليوم، أضيف ملعقتين وسط، يعني لا تضيفين هواي حتى لا يصير وياك على أسمر لون الخبز. هاي كلش كافي. هسه هي سبحان الله تثقل هذا السائل، يسويه ثقيل. أنا ضليت أحرك فيه صار بهالشكل. هسه رح يلم ويانا، نتركه 5 دقايق شوية، وبعدين نشوفه تكون عجين وحده. بعد ما نضل نحركه هيجي، شوفوا هسه هي قاعدة تلم وياي من حطيت هاي المادة. مادة السيليوم موجودة بالأمازون وبالمحلات العربية أتصورها موجودة، هي بذور اليقطين اسمها. شوفوا شلون صارت وياي عجينة عادية تخبل، كل سهلة، بدونها ما تقدرين تسوين خبز اللوز أبد. جربت أنا كل الطرق. هسه راح أتركها شوية ترتاح وبعدين اشتغل بيها. هنا عندي بعد ما ارتاحت العجينة وخمرت، راح أخليها بصينية. تردون تسووها قوالب، تردون تسووها دوائر مثل صمون البرجر. أنا سويتها بهالشكل، وسويتها بطريقة ثانية هسه أعلمكم بقالب. يعني يرهم بالحالتين لازم تستخدمين ورق زبد. شوفوا يعني حتى ما دا أفتحها بورق الزبد بإيدي، هالقد ما العجينة ممتازة ومضبوطة. وبعدين بعد ما أكملها هيجي أدهنها بيض وأحط له شوية خل، هذا اختيار البيض يطلع شكلها كلش حلو، وارش عليها سمسم. شوفوا هسه نسوي كم وحدة وبعدين أنا أكمل البقية، وراح أشوفكم الطريقة الثانية بقالب عندي قديم. وهنا دهنت القطع بالبيض، بيضة كاملة، وراح أرش عليها شوية سمسم، تطلع حلوة بالتحمير. وهذا السمسم راح أرشه عليها، هذا اختياري. وهذه الطريقة الثانية همينة راح نسويها بالقالب. ناخذ العجينة ونحطها بالقالب مثل ما تشوفون. أنا عندي هذا قالب دائما أسوي بيه خبز بذور الكتان، يعني الخبز الصحي. هذا أشتريه من الأمازون. شوفوا أسوي بيها شكل الخبزة وأخليها بالصينية. أنا سويت صينيتين، ومثل ما هم ندهنها بيض وسمسم. وأنا محمية الفرن، راح أدخلها الفرن على درجة حرارة 400 فahrenheit، ويجهز عندنا الخبز. وهنا جهزت عندي وطلعناها من الفرن. شوفوا شكلها تخبل ومتحمرة. وهنا حطيناها بصحن التقديم.
شوفوا الجمال والروعة، الخبز اللوز كل سهل وسريع. وراح نفتحها، شوفوها تنفتح عادي مثل الصمون العادية، بس أنا استعجلت عليه لأنه لازم يبرد يا بنات، لازم تبردوه زين وبعدين تفتحوها. شوفوا تخبل، سويتها لفة، خليت وياها جبن وخيار وطماطة وجرجير، باعوا الجمال. وبهالشكل وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله الفيديو اليوم يكون عجبكم. أترككم بأمان الله، مع السلامة.